بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. نتمنى الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله يا ربي كما راكم تشوفوا راح نشارك معكم حلوة سنيوة من اروع ما يكون ومن اروع الحلويات اللي جربت. سهلة ماهلة اقتصادية وبزاف بزاف بنينة يا خواتاتي. فيها واحدة البنة قد ما نشكرها ما نعطيهاش حقها. بنة خرافية، جربوها وردوا لي الخبر. انا اكيدة اذا جربتوها راحين تعتمدوها وراحين تولوا مدمنين عليها. صدقوني خواتاتي، يعني غير ديروا فيا ثقة وجربوا هذا الحلوى. حلوى رائعة 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 جدا. شوفوا هنا البنات كي نقسمها معكم والله غير تتفتت في اليد قبل الفم. نتمنى من قلبي تجربوها وما تنساوليش هذاك الجام، وكما العادة نتمنى لكم فرجة ممتعة. إذا بسم الله على بركة الله. كما راكم تشوفوا هنا أخواتي نحتاج زوج حبات نتاع البيض مع قرصة تاع الملح اللي تعديل الذوق وكاس نتاع السكر العادي، مغرفة صغيرة تكون معمرة مليح تاع لافاني. بالنسبة للسكر الأخوات اللي ما يحبوش الحلاوة بزاف تقدروا تنقصوا، يعني ديروا كاس صغير ربع. داكوغ، غادي نخلط جميع المكونات جيدا حتى يبيضوا كما راكم تشوفوا في الصورة. من بعد غادي نضيف كاس نتاع الزيت ما يعادل 220 مليلتر. بالنسبة للزيت أخواتي ضيفوها غير بالتدريج على دفعات، يعني غير بشوية بشوية حتى تكملوها كامل. وماذا بكم تخلطوا الزيت مليح مليح باش ما تخرج لكمش في لاباط. كيما تقدوا تخلطوا بالفوي بصح شهية لازم تخلطوا مليح مليح. فوالا. وهنا حبيباتي بعد ما كملت هذاك الكاس تاع الزيت غادي نضيف زوج مغارف كبار تاع مارغرين اللي تكون طريه بطبيعه الحال، ما يعادل 100 غرام. هنا بنتي راها معايا قالت لي ماما نعاونك، هيا قلت لها روحي معليش منها تعاونيني منها تعلمي تشوفي هكا بعينيك باش ترفدي شويه. راكو شفتوا المارغرين ما عرفتش تهبطها من المغرف. معليش بشويه بشويه. من داك البنات دخلوا بناتكم معاكم للكوزينه هكا باش يتعلموا ويرفدوا شويه. المهم كيما شفتوا بعد ما ضفت هذوك الزوج مغارف تاع المارغرين زدت خلطت مليح مليح. مام هذيك المارغرين لازم تخلطوها غايه. من بعد ضفت مبشور الليمون اللي راح يعطي لكم واحد الذوق ما نحكي لكمش الحلوه تاعكم. زوج مغارف كبار تاع نواه كوكو، زوج مغارف كبار تاع كاوكاو محمص ومرحي، وثلاث مغارف كبار تقدروا تروحوا حتى لربع مغارف كبار تاع النشا اللي هي المايزينا. وغادي نخلط كامل هذوك المكونات اللي ضفتهم في الاخير بالباطور كما راكم تشوفوا. هنا سي بون رايحه نستغنى على الباطور ونبدا نطم في العجينه تاعي. هذا الكاس الاول وهذا الكاس الثاني مع باكي تاع لا ليفور شيميك. صدقوني خواتاتي هاد الحلوه قد ما نشكرها ما نعطيهاش حقها. من اروع ما يكون من احسن ما جربت، سيرتو في الحلوه تاع السنيوه هذه كاع قالت لهم رقدوا نغطيكم. شوفوا يا البنات واحد البنه ما نحكي لكمش، روعه روعه روعه. جربوها باش تعرفوني علاش راني غير نشكر ونعاود. المهم حبيباتي كما شفتوا العجينه تاعي مازال ما نطمت، فزدت الكاس الثالث نتاع الفارينه وغادي نزيد الكاس الرابع. هنا شوفوا مزيه هذاك الكاس الرابع يعني جاني سوا سوا. قلت لها ما ديريه ليش كامل، ديري غير شويه نطم ونشوف. هي شدت هذاك الكاس كامل فرغته على ضربه. المهم لا تيكستور هذيك هي جات سوا سوا ربع كيسان تاع فارينه مزيه، زعما ما جاتنيش العجينه ناشفه. المهم ولا علينا. شوفوا لي البنات هنا القوام تاع العجينه هاي ليكم. شوفوا في اليد الاخرى هذيك اللي تكونوا تطموا بها شغل تبقى تلصق شويه، بصح كي يعني توشيو هكذا بهذيك اليد الناشفه ما تلصق لكمش. فهمتوا؟ يعني ماذا بكم تخلوها شويه هكذا طريه. داكوغ، يعني كيما شوفوا كيما الكروكي هكذاك، كيما الحلوى تاع الطابع تكون طريه، تكون شويه طريه هكذا بزياده على الصابلي. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. المهم حبيباتي جبت هنايا هذا البلاطو اللي القياس تاعو 30 على 24 سنتيمتر. دهنته غير بشويه تاع الزيت هذا ما كان، وحطيت العجينه تاعي ومشيتها بيدي كيما شفتوا على كامل السنيوه تاعي. وجبت هنايا الكوبات وغادي نسقمها من يعني من هذوك الحواشي. فوالا. وماذا بكم البنات ديروها كامل كيف كيف يعني على سمك واحد باش ما تجيكمش يعني معوجه. فوالا.
من بعد رايحة ندخلها للفرن اللي كنت مسخناته من قبل على درجة حرارة 160 درجة. غادي نشعلها غير من التحت، كي طيب لي من التحت ونشوفها بدات تحمر من الحواشي، نعاود نطفي عليها ونشعلها من الفوق، غير تدي لي هذا اللون الذهبي نخرجها. داكوغ. هنا البنات بالنسبة باش رايحة يعني نزينها، عندي شوية تاع الكونفيتور خلطت معاه شوية تاع العسل وشوية تاع المزهر، سخنتهم هكذا فوق النار وفرغتهم من الفوق. اللي ما يبغوش هذاك الجو تاع المزهر ولا يعني تقدروا تستغناو عليه. من بعد رايحة نتقبها غير هكذا حاجة خفيفة بالموس، ونزيد نسقيها كما شفتوا بالكونفيتور والعسل والمزهر. فوالا. ورايحة نزينها بالكاوكاو محمص ومرحي، كما تقدروا تزينوها بنوات كوكو. تقدروا تاني ديروا هكذا يعني من فوق الكاوكاو ديروا شويه هكذا تاع السكر غلاس، ولا ديروا خطوط بالشوكولا. يعني بالنسبه للتزيين اخواتي كيما تبغوا نتوما، كل وحده تبدع كيما تعرف. وهنايا خواتاتي سي بون كملنا الوصفه تاعنا. غادي نقسمها معكم باش تشوفوا كيفاش جات الحلوه تاعنا. والله يا البنات صدقوني غير جات بسم الله ما شاء الله، يعني الذوق نتاعها ولا اروع، سيرتو كي درنا هذاك المزيج تاع نوات كوكو مع الكاوكاو. اذا حبيباتي كما راكم تشوفوا وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا اليوم، وكان هذا هو الشكل النهائي تاع حلوة سنيوة اللي شاركت معكم اليوم. جات يعني ما شاء الله بزاف بنينة، وجات هشيشة تذوب في اليد قبل الفم. على بالي وراني متأكدة إذا جربتوها مستحيل تزيدوا تستغنوا عليها. حلوة سهلة مهلة اقتصادية، ما تديش كامل اليد، ما تديش الوقت تاني، يعني تحضروها في وقت وجيز جدا، يعني في رمشة عين وانتي درتي حلوة باش تقهوي مع وليداتك، كما تاني تقدي تحضريها لضيافك ولا تديها في يدك. ان شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، ما تنساوليش هذاك الجام، نحبكم بزاف ومع السلامة.